اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ متنسوش بقى اللي بيشوف قناتنا لأول مرة يدعمنا كده بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبشكر كل اللي بيدخل عندنا القناة وربنا يفرح قلوبكم يا رب. تعالوا هنروح خلصنا نجمع بقى فطار السفن. الطيور وتعالوا بقى ندخل الجنينة بتاعتنا عشان نشوف السفند ووريكم الخضار بتاعنا والحاجة بتاعتنا. قولوا لنا ايه رأيكم فيها وكملوا معانا الفيديو للآخر، يا رب الفيديو يعجبكم. الجرجير بتاعنا ده لسه عاملاه صغير، وده الكبير اللي احنا بناخد منه. اما دي بقى الجنينه بتاعتنا. رايحين بقى عندنا ليمون. دي كان بصله مزرعه، فبتقشطها كده وتزرعها، طلعت بصل ياما جميل، بس مش خالعينها دلوقتي لسه شويه. دي شجره الليمون. بص شوف الليمون بس حاجه كده جايبه من الاخر عسول، بس مش عارفه الشجر الورق بتاعها بيصفر ليه. اما اللي احنا زارعينه ده فتوه، وشكله كده مش ناوي يفلح عشان ما بينزلش هنا شمس. ها تسقيه ايه؟ ما هو اصلا بيعمل من الشتاء وعايز يتعزق. اه والله الارض ناشفه حواليه. وده هي بقى شطه. شوفوا الشطه اهي. بصوا يا شطه صغيره صحيح، بس شطه نار. صغيره صغيره. اما ده بقى الزيتون. طبعا ما فيش زيتون دلوقتي، لسه ان شاء الله كده تبتدي من الربيع تطرح زيتون. ديت لسه ما طرحتش خالص، دي اللي كانت عيانه والحمد لله بقت على السلايات وصح عالجناها. تعالوا بقى عند السفندي. شوفوا لي السفندي بتاعنا بس عسول عسول. بصوا مسكر عسل. احمد مش عايزنا نجمع السفندي، مش هناخد منه سفندي. لا والله ده كانت الشجره مليانه بس هم اكلوها اهي، يعني هم خلعوه كله وخدوه. ديت بقى يا جماعه الجنينه بتاعتنا اللي في ريح البيت اهو، والجنينه اهي. صحيح صغطتها كده وجدجوطه، بس يلا الحمد لله عاملين فيها كل حاجه حلوه. اما بقى النخله ادي النخل، بس مش عارفه النخله دي هتنفع ولا لا، عشان النخله ديت احنا كنا زارعينها. النخله دي يا جماعه كنا زارعينها نوى من بتاع التمر. كان عمر ابني لما كنا جايبين التمر فقام واخد مني النوي وبدا زرع الحته دي كلها، وفعلا طلع منه ياما، بس انا خلحته هو صغير لان مش عارفه هعمل بيه ايه. ادي النخله اهيت ما شاء الله كبرت اهي، بس مش عارفه هتبقى حلوه ولا ايه، علشان خاطر هما بيقولوا ان يعني لازم تكون شتله، انما احنا عاملينها من نواي، مش عارفه هي هتطرح ولا لا. فقولوا لنا بقى ايه رايكم، نسيب النخله دي تكمل معانا وما تطرحش وخلاص، ولا نشوفها هتطرح ولا مش هتطرح، ولا نخلعها ونريح دماغنا عشان هي هتاخد مكان على الفاضي. نسيبها لما تعمل شجره كبيره وبعدين نعمل بها ايه. هي دلوقتي تتشتل ولا هي عدى شتلتها؟ وشوفوا بتطلع خلفه تحت برضو واحنا بنقطعها. قولوا لنا يا جماعه ايه اخبار النخل. بصوا احنا مش هنجمع السفند، احنا نهيج الشجره واللي تنزله ناخدوه. انت هتوقعش كله. طب الحمد لله ما تقعوش. مش راضيه تنزل ولا واحد. يبقى احنا كده مش هناخد ولا سفنداي. انا ماشيه معاها بنظريه اما هزها تنزل اخد، غير كده ما اخدش. انما هي مش راضيه، اذا هي مش عايزه تنزل لنا سفندي، فخلاص كده مش نازله. ايه رايكم في سفندينه؟ صراحه جميل وطعمه اصلا حلو قوي، ولونه شوفوا اللون، شوفوا شوفوا. والله يا جماعه انا كنت بقول عليها ارنج ولا برتقان ولا ايه مش عارفه، بس طلعت ايه سفندي عسول. يا جماله يا تكاته يا حركاته. اهو بناخد جرجير يا جماعه ده عشان الفطار. جرجير للفطار لسه فطرناش اهو. احنا قطعنا سفندي قشرناه جميل. السفندي بتاعنا بيبقى مسكر جدا، وده كده هوت الجرجير عشان الفطار. هو حد بيفطر بجرجير؟ احنا.
لازم نفطر بالجرجير. رغيف وكله فيتامينات. شجرة الطماطم هناك. نعم. هي مسكرة ليه؟ مش عارف قال ليه. انت فاجع يا احمد. انت فاجع قوي يا احمد. شجرة الطماطم شايفينها لسه منورة اهيت على ما تطلع طماطم. تعالوا بقى دلوقتي هنعمل مع بعض الغدا بتاعنا النهاردة. بعد بقى ما نزلنا للطيور فطرناهم وبعدتكم النهاردة عن روتين الطيور والدوشة بتاعة الطيور، ودخلنا على الجنينة بتاعتنا زقنا شوية الزرع بتوعنا دول، ورحنا شوية عند السفندي. كنت ناوية أجمع السفندي كله، بس أحمد ابني بقى قال لي إيه لا يا ماما سيبيه أما يجي على لوحده وناخدوه أول بأول كده. صحيح كان فيها طرح حلو حلو كتير، بس كل ما ينزل منها سفندي هم ياخدوه ينجوه واحدة واحدة كده. المهم هو ما استنفعناش بيه يعني كأنه كمية هو خلص واحدة واحدة يلا أول طرح كده، والسنة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها وتجيب لنا كمية محترمة. دلوقتي بقى هنعمل فراخ وكوسة وبطاطس وجزر زي ما انتم شايفين كده. هنعمل الفراخ والخضار زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه؟ جبت كوسة وجبت جزر وجبت وجبت بطاطس وبصل وقطعته كله طرنشات. وطبعا الفراخ بتاعتك بتبقى غسلها غسلة نضيفة، طبعا الفراخ بتاعتنا احنا اللي مربينها يا جماعة. وده كده التوم. ايوه بحبش اكلف نفسي لسه هجيب الصلاية او الهون وادج فيه التوم، لا في الصاج على طول اقوم حاطه التوم وجادك بريح دماغ. حطينا بقى شطه عشان تشطشط الاكل ياخده ويبقى طعمه حلو، وحطينا فلفل وكمون وبهارات. تحط كل التوابل الموجودة عندك، 7 بهارات والفلفل والكمون وشوية قرفة. القرفة بيبقى ريحتها جميلة وطعمها جميل أوي في الأكل يا جماعة، حقيقي بتبقى حلوة أوي. وتدعك الكل كده دعكة محترمة، تشلوحيهم كده ببعض ادعكوهم في بعض كده دعكة محترمة، تومك وبصلك وخضارك اهو. وبعد كده بقى ايه هنبتدي نجيب الفراخ بتاعتنا وننزل بيها في قلب الخضار، وبتدعكيهم بقى دعكة محترمة زي ما انت شايفين كده اهوت بالظبط. بعد كده بقى بتجيب الطماطم وتحط عليها معلقة توم مفروم وتحط عليها كل التوابل والبهارات بتاعتك تاني. ايوه كل حاجة بتحطيها عليها زي ما انت شايفة كده، زي ما انت حطيت على الخضار بالظبط، عشان كل الطعم بصي يكون موجود معاك في كل حتة في كل مكان. نفسه الطعم في الخضار نفسه في الطماطم، مع انه كله في النهاية هينزل على بعضه برضو، بس بتبقى توابلك مظبطة وحاجتك مظبطة اهوت. بعد كده بقى ايه هنبتدي نجيب الفراخ اهي بحشيها بصل. البصل برضو عليه التوابل والبهارات والحاجة، وبتبتدي بقى تحشيها بين اللحم وبعضه او بين الفراخ او بين اللحم والجلد اهو زي ما انتوا شايفين كده. كمان باخد البصل كمان من الايه من اللي انا عاملاه هنا في التتبيله اللي انا عاملاها هي الايه اللي هتبقى تحت الفراخ. طبعا بما ان انت حطيت عليه كل التوابل فبيبقى طعمه حلو برضو وبيدي ريحه معاكي حلو. مش عاجبك ان انت عايزه تعملي من دوت افرمي برضو شويه كده مع بعضهم مع شويه فلفل اخضر او شطه في الكبه برضو واحشي بيهم، برضو بيفرقوا معاكي جدا في الطعم. بصراحة الفراخ المحشية بيبقى طعمها حلو قوي. كمان الفراخ بالبصل حلوة برضو، انا عامله لكم فيديو برضو معانا اللي احنا هنطلعوه اللي هو بالفراخ البلدي، اما بتحشيها برضو جميلة جدا، وخاصة بالبصل والفلفل الاسمر او الكمون والبهارات والحاجات. هنبتدي بقى ننزل اهوت بالطماطم، عشان الطماطم بتديلها لون مميز جدا يا جماعة لما بتستوي معاكي وبيبقى لونها حلو، بتخلي لونها ذهبي كده وجميل. فاحنا هننزل بالطماطم، وطبعا عشان خاطر الخضار بتاعنا دوت يكون ايه. ويا سلام بقى لو عملت الطريقة ديت كده وسبتهم مع بعض كده ايه حوالي ايه ساعة ولا 2، يعني لو تبقى عاملاهم مثلا بالليل من بالليل للغدا بتاع بكرة، او عاملاهم قبلها بساعتين والوقت معاك طويل يعني. اللي بصراحة التتبيلة دي بتفرق جدا في الفراخ وفي طعم الخضار. وطبعا بما اننا ولادنا عندهم انيميا ومتنيلين ب60 نيلة، واحنا عايزين نصلح الصحة بتاعتهم ومش عارفين، وعايزين نحببهم في اكل الخضار برضو مش عارفين،
فاحنا بنحاول نعمل لهم اي حاجة عشان ترضيهم وبرضه يرضوا ياكلوها. الخضار بقى بنبتدي ندخل فيه لحمة وكده فبيبقى طعمه حلو، فبنحببهم ان هم ياكلوا الخضار. صحيح هم بيريحون وبينجوا البطاطس ويسيبوا الباقي، وبيبقى يوم طويل وخناقة طويلة، بس في النهاية الحمد لله بنوصل ان هم ياكلوا خضار. والخضار صحي يا جماعة خاصة لأولادنا، عشان بيبقى عندهم أنيميا وضعاف ومش راضيين ياكلوا الخضار. اهيت اخدناها وحطيناها في الفرن وطلعت معانا باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لسه واحنا خلصنا ما خلصناش، نديها بقى التركة بتاعتنا. هي طبعا كده مش محتاجة حاجة خالص، طعم وريحة وشكل تحفة تحفة تحفة. هنعمل لها ايه؟ هم عايزين يدولها النكهة ان هي كأنها ايه مشوية على الفحم. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا ديت ونلمها كده ونحطها في حلة او في علبة يكون لها غطا محكم، او حاجة نقدر ان احنا نقفلها عليها كويس. ماشي. ونجيب لها حتة فحماية وندخنها، هتطلع معاكي احلى فراخ معمولة بالفحم. شايفين اللون بتاع الفراخ؟ هي اساسا كده مش محتاجة حاجة، بس احنا بقى عشان ايه احببهم في الليلة اكتر واظبط لهم العمل اكتر، فاحنا هنعمل الحركة دي. جبت بقى حتة الفحماية اهي، قمت جاية عاملاها وظبطتها لهم وغطيت عليها وسبتها، وقمت جاية حطاها لحد ما جيت بقى وسخنت كده وعملت الاكل بتاعي في جنبي ورصيت الاكل وكده. شوفوا ما شاء الله، كانت ريحتها جميلة وطعمها جميل جدا، معمولة بالفحم. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم والطريقة تعجبكم. ما تنسوش بقى اللي بيشوف قناتنا دعمنا بلايك واشتراك.